البيبتايدز هي العلم اللي جاي، او كل حاجه جايه جديده، لان هو ده ازاي انا بخلي جلدي يطلع كولاجين بنسبه كبيره قوي على طول، اللي هي من ضمنها البي دي ار ان، او شبه السلمون دي ان ايه والقصه دي. فدول البارتكلز اللي بتروح تخلي الجلد يفرز كولاجين بنسبه كبيره قوي. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا، انه بدخل بيبتايدز، بحط بيبتايدز على وشي، بستخدم حاجات فيها بيبتايدز في شعري كمان، بحقن بيبتايدز علشان اخلي السكين بتاعي يريجنريت او يجدد نفسه، يتجدد، واقلل الالتهاب او العوامل الخارجيه انها تاثر على جلدي، فجلدي يفضل ماسك نفسه او يفضل في حالته الصحيه على طول. يعني مثلا التعرض للشمس، التانينج، دي حاجه من الحاجات المصيبه سودة على الجلد. دي بتعرض الجلد الانفلاميشن او التهاب جامد جدا، كلنا بنحبها للاسف. يعني انا نفسي بحب التان جدا، وبحب ان انا اجت اكسبوزد للصن واللون والشمس، كل ده، بس ده كلها التهاب، ما هو ده التهاب للجلد، بيدخل الجلد طب في مرحله التهاب. والبتاعات اللي هم التانينج، اللي هي المكن اللي هو دي بيخشوا يناموا دي فيه ويطلعوا؟ دي حاجة من الحاجات الصعبة جدا، واللي برضو فيها يعني. مشاكل كتيرة جدا، لأنه لا طبعا احنا لو استخدمناها على اللونج ران، على اللونج ران ليها على مشاكل المدى كبيرة الطويل. جدا على المدى بس قصدي الطويل يعني احسن بتعمل. الشمس ولا دول؟ بص، هم دول ودول شبيهين بعض قوي، يعني شبه اوكي. بعض قوي على التأثير على الجلد، لأنه في الآخر التان ده عبارة عن عملية إن أنا بعرض جلدي الريز، بتحفز الميلانين أو بتحفز الصبغة، فكأنها محفز. يعني في أنواع من أنواع الكانسرز بتاعت الجلد ليها علاقة بالسان اكسبوجر، أو إن دي جامد التعرض طبعا. للشمس. التعرض للشمس المفرط بيعمل مشاكل في الجلد كبيرة جدا، فلازم نبقى غير السان بروتكشن، احنا لازم نعمل حاجات او ناخد بيبتايدز بتقلل الانفلاميشن، او نستخدم البي دي ار ان، اللي هو البيبتايد بتاع تقليل الالتهاب. طب ايه علميا ايه اللي بيحصل لما الواحد بيقعد على البحر تحت الشمس ولونه بيبقى بيغمق؟ فعلميا ايه اللي بيحصل عشان اللون ده يغمق؟ علميا اللي بيحصل ان الشمس بتاكتف خليه اسمها الميلانين. الخليه دي هي الخليه المسؤوله عن افراز الصبغه في جلدنا. يعني مثلا لو حد مثلا عينيه ملونه، ده معناه انه الميلانين عنده اقل شويه. الناس يا سلام. طبعا الناس اللي جلدها لونه فاتح، ده الميلانين عندهم اقل شويه. فالصن او الصن ريز الميلانين دي دي، حاجة حلوة يعني ولا ده؟ الميلانين دي الصبغه من الاخر، صبغه الميلانين، صبغه الميلانين في الجسم، فدي اللي بتشتغل على ان هي بتتحفز عن طريق الشمس، بس فلوني بيغمق هل عشان الميلانين ده كتير؟ لا، اللي بيحصل قصدي ان انت لو الميلانين بقى فيه صبغه اكتر فالواحد بيغمق، فده بيحميه من الشمس من حاجه، فده لا. هل ده مثلا قصدي اللي انا عايز اقوله ان فاهمه. الجسم بيحمي نفسه قصدي؟ لا، الجسم مش بيحمي نفسه، الجسم دي ردة فعل طبيعية ان هو بيطلع صبغة او بيأكتف الخلية دي من السان اكسبوجر. بس طب انا هسألك سؤال، ما هو معنى كده ان انت لو في ناس بتتحرق من الشمس، صح؟ طب ما ايه اللي بيحصل لها؟ الجلد بتاعها بيبقى فيري دراي، الحرارة بتاعت الشمس بتاكل الهيدريشن والمية او الووتر كونتنت بتاع الخلية او المية في الخلية، فالجلد بيبدأ يتحرق او بيبدا ينشف ويكرمش ويتحرق. مش كده في صوره مشهوره قوي على السوشيال ميديا او الانترنت، الفرق ما بين حد جلده عاش في الشمس في الحته الاكسبوزد للشمس، والحته اللي كانت متغطيه او كانت متغطيه ما كانتش في الشمس على طول، تلاقي الفرق بين الجلد ده والجلد ده فظيع. الجلد ده بيعجز بسرعه، الكولاجين بتاعه بينهك بسرعه، لان الانفلاميشن او الالتهاب ده بياكل الخليه او بيخلي الخليه ما تجددش نفسها بسرعه، لانها ملتهبه، هي الخليه فيها التهاب فما بتجددش نفسها. ما انا ممكن اخد بقى بيبتايدز مضاده للالتهاب، صح، واخد بيبتايدز للسكين بالظبط. وابهدل الدنيا بقى مش تاني للدرجات دي برضه، ما هو مش للدرجات، يعني البيبتايدز بتحمي، بس مش بتبقى يعني خلاص، مش بتبقى هي طب الحمايه. ايه الفرق بين البشره الداكنه والبشره البيضاء؟ ما فيهاش ميلانين، البشره الداكنه فيها ميلانين او فيها صبغه كتير جدا. اما انا مش فاهم الميلانين دي حاجه حلوه؟ دي حاجه دي صبغه يعني. ما هو احنا يعني وصلنا ان مش فارقه، صح؟ وصلنا ان هي دي جزء من اجزاء الجلد. يعني اللي عنده ميلانين كتير، مم. انا مثلا اجي اقول بس تكميش معايا، انا عندي ميلانين اكتر منك، انا اجمد منك. عارف قصه الجلد التخين؟ اه ليها طبعا. علاقه بالميلانين شويه، يعني كل ما الميلانين كتر كل ما الجلد مسك نفسه سنه، بس مش 100%.
عشان بيبقى انشف، عشان بيبقى أنشف. عشان واقف تحت، عشان ما فيهوش فما فيش حد جلده تخين وابيض. لا، في ناس جلدها بس مش قوي يعني، الجلد طبيعته بيبقى ماسك نفسه من الالاستين والكولاجين، مش من الصبغه برضو. فاهمين؟ الموضوع كبير وكومبليكيتد قوي. لا هو من الاخر كده يعني هو عشان طول ما انت قاعد تحت الشمس بيبقى نسبه الميه في جسمك عماله تقل، بالظبط. فطبيعي ان انت بقيت الجلد بقى ناشف. بالظبط. فاهم؟